أكدت مجمل الصحف البيروفية على أن التعادل الذي حققه منتخب البيرو في مباراته الودية أمام المنتخب المغربي بنتيجة 0-0 كان نتيجة مرضية، بالنظر إلى أنه واجه منتخبا قويا تألق في المونديال الأخير باحتلاله للمركز الرابع. وأشارت ذات الصحف إلى أن المنتخب المغربي يثير الخوف فعلا من خلال أدائه القوي وتنظيمه المحكم، مضيفة أن ما ساعد خوان رينوسو مدرب بيرو على ظهور فريقه بصورة مقبولة هو أنه اعتمد على أسلوب مغاير عن الأسلوب الذي خسر به ودية يوم السبت أمام المنتخب الألماني بنتيجة 2-0، وهي الخسارة التي عرضته لوابل من الانتقادات في بيرو، كما أثارت غضب الجماهير. إلا أن تعادله مع المنتخب المغربي كان نتيجة مشرفة، وحصلت على إشادة كبيرة من جل الصحف البيروفية، وهناك من اعتبرها بأنها نتيجة فوق المتوقع ونتيجة مرضية.